سما بلدنا. بنستكمل مع حضراتكم مرة تانية سما بلدنا، ودلوقتي قراءة سريعة في أهم ما جاء في الصحف الصادرة صباح اليوم. وبنرحب بالأستاذ محمد باغا، المحلل السياسي وباحث في العلوم التنمية. برحب بحضرتك يا فندم، صباح الخير. أهلا بحضرتك في سما بلدنا. قبل بقى ما نشوف الجرايد وقبل ما نقرا المانشيتات الرئيسية يعني اللي موجودة في الجرايد، وأنا بقرا الجرايد الصبح في خبر مهم جدا متصدر الجرايد دي كلها: محاكمة المعزول محمد مرسي والتداعيات اللي حصلت في اليوم ده. تعليق بسيط كده من حضرتك على اللي حصل في اليوم ده وتحليله، يعني تحليل بسيط كده. والله ما يعنيني في هذه المحاكمة ان بالفعل كان الباحثين على حق لما كانوا صنفوا جماعات الإخوان ان هم بالفعل لا يعترفوا بمفهوم الدولة او بمبدأ الدولة، ولا يعترفوا بمؤسسات الدولة المعنية بالقضاء او الامن او الى اخره. المهازل اللي احنا شفناها في المحكمة وحالات التشنج وحالات الهستيريا والشيزوفرينيا اللي كانت موجودة في قفص المحاكمة فعلا بتدلنا على ذلك، سواء كان من جانب الرئيس المخلوع محمد مرسي او من جانب اعضاء الاخوان اللي ادوا ظهرهم لهيئة المحكمة الموقرة في اشارة منهم في اشارة منهم لرفض المحاكمة، وده طبعا عبث قضائي واضح جدا. ايضا جات الاشارة من محمد مرسي انه لم يلتزم بالقواعد القضائية انه يلبس البدلة للسجن الاحتياطي، البدلة البيضاء، واصر على انه يطلع بهيئته وانه يرفع اشارة رابعة. ودي يعني في الحقيقة يعني كان ليها مدلول خطير جدا، انه هذا الرجل ظل فترة حكمه يوهمنا ان هو رئيس لكل المصريين، واول ما خرج على الكاميرات بيرفع اشارة رابعة. طيب ما كان اولى ليك يا محمد يا مرسي انك ايضا تعتبر لي الجنود اللي اتقتلوا في رفح على ايد اعضاء حماس اللي هربوا معاك من السجن في احداث يناير 2011، وكان اولى انك ترفع تحيه لجنود الامن المركزي اللي اتقتلوا في العريش وهم راجعين من الرديف بتاعهم، واللي قتلهم عادل حضاره، اللي انت ايضا يا محمد يا مرسي اصدرت عفو رئاسي عنه، وكان جزاء هؤلاء انه تم قتله من خلال الشخص اللي انت اصدرت عنه عفو رئاسي. تمام. منتهى الهمجيه ومنتهى الشيزوفرينيا اللي بيعانوا منها هؤلاء. اللي حصل جوه قفص الاتهام ده كله ممكن نقول انه كان بتعليمات من التنظيم الدولي، يعني ما فيش يعني مش واحد بس اللي عمل الحركه اللي حصلت ان هم ادوا ظهرهم لهيئه المحكمه، ده هم كلهم عملوا نفس الحركه. نقدر نفسر ده ان دي تعليمات جايه لهم من التنظيم الدولي، فبداوا هم بينظموا الكلام ده جوه القفص. هو مش تعليمات فيها هؤلاء ان هم كانوا في وضع ما ثم في لحظه رجعوا الى ما كانوا عليه من قبل. لا بتكلم ان هم يعني ما بيتقابلوش جوه السجن، ما ينفعش ان هم لا، ما هم هو اصلا محمد مرسي اصلا ما كانش عنده علم اساسا بعلامه رابعه او باللي حصل. هو تم ابلاغه فور دخوله في القفص، ولو حضرتك تلاحظ تقريبا احمد عبد العاطي راح شاور للبلتاجي على طول ان هم يرفعوا العلامات. فده موقف بيدلنا ان اي نعم ما فيش ما بينهم اتصالات، ولكن وقت المحاكمه بيتكلموا مع بعض وكل حاجه جاهزه. بس انا عايز اعلق على نقطه ان هؤلاء لا زالوا مصرين على حاله الانكار، ولا زالوا مصرين على اختطاف المفاهيم. وما يلاحظ من مرسي ان هو قرر انا الرئيس الشرعي للبلاد، انا حاكم البلاد، انا كذا انا كذا انا كذا. هو غائب تماما عن الواقع، وهو بيحاول ينفذ حاجه اسمها اختطاف المفاهيم او سرقه المفاهيم. ودي على فكره سياسه كان بيستخدمها المحافظين الجدد في الولايات المتحده الامريكيه، لما استخدم جورج بوش كلمه فريدم او الحريه في خطاب ليه مدته 29 دقيقة أكتر من 49 مرة، علشان يخلي في إدراك عند المتلقي أو المستمع إن هذا الرجل هو بائع الحرية وهذا الرجل هو محتكر الحرية. هذا ما فعله محمد مرسي في خطابه الأخير، آخر خطاب ليه حينما كان رئيس جمهورية، وما يفعله الآن أو ما يفعله أيضا من هم حول مرسي من تصدير أنه الرئيس الشرعي للبلاد. هو في الحقيقة فكرة الشرعية غائبة تماما عن مرسي، لأن الشرعية بتعني القبول، وهذا شخص غير مقبول
ولم يلتزم لا بقانون اللي هو من ضمن اساسيات الدوله، لم يلتزم بتطبيق قانون، ولم يلتزم بحقوق انسان، ولم يلتزم بتحقيق ما يسمى بادراك الدوله، اي الحفاظ على القوى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. فكانت النهايه انه هذا الرجل تسبب في شرخ عميق في المجتمع المصري. بدا بخط، ثم بنى جدار، ثم اصبح دماء، ثم اصبح العنف يمارس تحت مظله رئيس الجمهوريه انذاك، واتقتل المصريين يعني وفي الاخر الجدار وقع عليهم بدم بارد، وفي الاخر من وقع في مصيده الشعب هلك. هم بالظبط كده. طيب خلينا بقى من مرسي نروح لجريده الاخبار. المنشط الرئيسي في جريدة الأخبار بيقول الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي التزام الرئاسة بتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكافة استحقاقات خارطة الطريق تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن قانون التظاهر كان لدى مجلس الدولة ثم أرسله إلى مجلس الوزراء والرئاسة حرصا على تلقيه في أقرب فرصة إذا استوفى الاعتماد والمراجعة في مجلس الوزراء ومجلس الدولة والرئاسة. ستعمل عليه فور وروده بعد النظر عن التوقيت قبل الانتهاء العمل بالطوارئ. انا بس يعني في حاجه غريبه شدتني في الخبر، فكره ان الرئاسه تاكد في منشط رئيسي في جورنال الاخبار اللي هو جورنال حكومي ان الانتخابات البرلمانيه في ميعادها، الانتخابات الرئاسيه في ميعادها. ايه الرساله اللي عايزه توصلها الحكومه؟ الرساله اللي عايزه توصلها الدوله او الحكومه ان الدوله ماشيه قدما مهما قابلت من تعثرات او مهما قابلت من عقبات، ان العنف في النهايه لن يجدي ولن يفلح مع الدوله، وان الدوله في النهايه هي الباقيه، وان الدوله هي في النهايه اقوى من اي طرف. لما صدر الاعلان الدستوري في 3/7 وبينص هذا الاعلان الدستوري على اجراء الانتخابات البرلمانيه ثم اجراء الانتخابات الرئاسيه، ومن قبل صدر قرار رئيس الجمهوريه بعد ذلك بالتعديلات الدستوريه. احنا ماشيين على الطريق السليم الى هذه اللحظه، والدوله بتؤكد على ذلك مرارا وتكرارا، وهي رساله موجهه الى من يمارس العنف في المجتمع المصري ان عنفك لن يجدي مع الدوله. بس التوقيت ده تحديدا، يعني النهارده تحديدا بعد محاكمه مرسي تقريبا ب3 ايام او بيومين، النهارده يعني جورنال زي ما بقول لحضرتك الاخبار نشر خبر زي ده تاكيد برضو للرساله اللي حضرتك بتقول عليها. العنف سيتم الانتهاء منه فور الاكتمال من مؤسسات الدولة زي المؤسسات النيابية زي مجلس النواب أو مجلس الشعب، وإن تم تفعيل مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى من جديد. مؤسسات الدولة حينما تكتمل ستكون الدولة مكتملة الأركان في هذه الحالة، وستقوم الدولة بممارسة مهامها الرئيسية، إن هي هتطبق القانون. وهنا يعني يمكن الأداة اللي موجودة في المانشيت إن في قانون التظاهر اللي هيخرج. قانون التظاهر هو أداة للقضاء على العنف اللي موجود في الشارع أو تنظيم العملية السياسية المتعلقة بالحريات. يعني مش معقول مثلا أنا أطلع مظاهرة، المظاهرة دي تقطع لي طريق والمظاهرة دي تعطل لي مصالح الناس. هنا التأكيد الثاني على حق الدولة في حماية حقوق المواطن وحماية حقوق افهم من كده برضو ان حضرتك موافق على فكره قانون التظاهر؟ انا بص، التظاهر السلمي كلنا متفقين معاه طالما هذا التظاهر خالي من مظاهر العنف، طالما هذا التظاهر خالي من مظاهر ارباك الدوله او ارباك المواطن المصري. انا مع التظاهر السلمي ودي حريه. تمام. ما هو في تظاهر سلمي ممكن يكون في مكان يعني شويه ممكن يعطل الحركه، بس وقت ما تتعطل الحركه الحكومه هتستجيب للمطالب لان في تعطيل للحركه. لكن انا دلوقتي لو رحت تظاهرت في مكان فاضي هم بيحددوه قبلها بكام يوم، تمام بالظبط. مين المسؤولين؟ هنا عمليه التنظيم. اي دوله محترمه في الدنيا حينما تاتي مظاهرات ما يتم الاعلان عن هذه المظاهره، ويتم تحديد مكان لهذه المظاهره، ويتم تحديد موعد لهذه المظاهره. ولكن في مسؤولين بيسمعوا. طبعا، يعني ما هو هنا فكره الاداره، فكره اداره الازمات. انما احنا في مصر للاسف، يعني انا يمكن اتكلمت عندكم في القناه المحترمه هنا قبل كده ان فكر الاداره في مصر يعتمد على فكر الاداره بالازمه، اي اننا ننتظر حتى تحدث الازمات او الكوارث ثم نجري بقى ورا بعض ان احنا نحل المشكله دي. طبعا هذه المشكله بتتراكم وتتفاقم. اما فكر اداره الازمات هو انا اعتقد ان قانون التظاهر هو اداره ازمه، بس يطلع هذا القانون بما يحمي
تطبيق القانون، بما يحمي حقوق المواطن وحقوق الإنسان، بما يحمي الدولة من العنف الذي يمارس عليها، سواء كان عنف مادي أو عنف معنوي، وسواء كان عنف داخلي أو عنف خارجي، وداخل بقى في موضوع التمويلات وموضوع الحركات المشبوهة. طب ليه ما يتحطش مثلا بند ان لازم الاستجابة لمطالب المظاهرة اللي معمولة دي مثلا في خلال مثلا 72 ساعة، في خلال اسبوع، في خلال اي حاجه، بس لازم يتم تنفيذ الطلب لو متاح لو مشروع، لو متاح الطلب مشروع. يعني احنا برضو عايزين يا استاذ عمرو ناكد على نقطه مهمه قوي، ان الملاحظ في السلوك السياسي للدوله المصريه او في المجتمع المصري بعد احداث يناير 2011 ان ظهر في الثقافه السياسيه المصريه ما يسمى بعدم تدخل الدوله لممارسه مهامها، وان اتنشر كده عندنا ان الدوله مش من حقها ان هي تتدخل لدرء العنف الذي يقع على المواطن. انا واحد راكب عربيتي مثلا وعايز اروح مكان ما، وفي مظاهره موقفه الطريق، انا امبارح بالليل وانا ماشي بعربيتي كنت هروح فيها بسبب بقع زيت موجوده على الطريق، فمن مسؤول عن ذلك؟ وأين الدولة من ذلك؟ وكيف تكفل الدولة الحفاظ على حياة المواطنين وأرواح المواطنين وحقوق المواطنين؟ لابد من تدخل الدولة بما يكفل الدستور والقانون للدولة. وأيضا في نفس الوقت لابد أن الدولة تراعي حقوق الإنسان وتراعي حقوق المواطنين، لأن احنا بنقول يا أستاذ عمرو أن في حاجة اسمها مبدأ السلطة ومبدأ المسؤولية، أما مبدأ القهر هيقابله مبدأ فوضى. يعني لابد ان احنا نؤكد على ان في حاجه اسمها سلطه authority وحاجه مقابله ليها اسمها responsibility المسؤوليه. في الجانب الاخر لو الدوله مارست القهر او مارست ما يسمى بالقمع، القمع ده هيقابله على الوجه الاخر فوضى، وده اللي مش عايزينه. تمام. طيب خلينا بقى نروح برضو لجريدة الأخبار، ولكن في الصفحة 7 في خبر بيقول مساعد وزير الداخلية مرسي في غرفة الحجز الوقائي ويأكل من كافيتيريا السجن. الخبر بيقول أكد اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية أن رئيس المعزول في غرفة الحجز الوقائي بسجن برج العرب حسب اللوائح التي تقضي بإيداع أي سجين وافد في الحجز الوقائي. تفاصيل الخبر بتقول يعني ان هو محطوط في الحجز الوقائي. احنا برضه عايزين نفهم مشاهدينا ايه هو الحجز الوقائي اللي بيتكلم عنه الخبر. يعني هو مرسي يعني كان اعتقد انه كان عانى من بعض الاضطرابات كده على اثرها داخل مستشفى السجن لاجراء بعض الفحوصات، او ان هم بيفحصوا من باب ان هذا سجين او نزيل، فبيتعمل له اجراءات تحليليه بيكشفوا عنه اذا كان يعاني من امراض او الى اخره. واعتقد انه اتضح ان هو لا يعاني من امراض، وان هو ملحق بالمكان اللي تم تخصيصه ليه بسجن برج العرب. تمام. اخر خبر بقى في جريده الاخبار في صفحة رقم 5 بيقول المتحدث باسم لجنة ال50 اللجنة ألغت المادة 219 وتوافق جماعي على المادة الثانية والثالثة. التصويت النهائي على الدستور علني بمشاركة الاحتياطيين بعد إقرار لجنة العشرة للمواد. فكرة المادة 219 اللي كانت عاملة مشاكل في الفترة الأخيرة، اللغم اللي كان موجود في دستور الإخوان 2012. أنا عايز أقول إن فكرة لوي دراع الدولة المصرية أو ابتزاز الدولة المصرية هي فكرة بائسة وفكرة فاشلة. من يحاول أن يمارس الابتزاز على هذا الشعب لن يفلح. ومن يريد أن يشرع لنفسه بعض النصوص التي يعني تجعل له منطقة استرضاء أو منطقة بقاء من خلالها أنه يقدر يتحرك ويقدر يفرض رأيه أو يفرض سيطرته، هذا لن يكون. الدولة المصرية دولة حرة ودولة أبية ودولة قادرة على التحرك بما يحقق مصلحة الدولة ولا يحقق مصلحة ضيقة لجماعات أفقها ضيق. فأعتقد أن إلغاء المادة 219 امبارح تم بفضل الله، تم إلغائه وتم مشاكل كتير قوي يعني في مشاكل كتير ولا زال وعلى فكرة وسيصدر في الأفق، وأنا أرى في الأفق أن في مشاكل أخرى سيفتعلها برضو هؤلاء لمحاولة الإدارة بالأزمة اللي اتفقت مع سيادتك عليها. فأعتقد أن الإبقاء على المادة الثانية والمادة الثالثة أمر مريح جدا إلى هذه اللحظة، وأعتقد أن سيتم احتواء هذه الأمور إن شاء الله بشكل كويس. طيب نروح بقى من الأخبار لجريدة الوطن. الخبر بيقول الإخوان يستهدفون برج العرب والداخلية تؤكد أن من يقترب من السجن سيتعرض لإطلاق الرصاص فورا. مرسي يتأقلم ويطالب بالبقاء في المستشفى أسوة بمبارك. التنظيم الدولي يواصل التحريض ودفاع المعزول يقرر الطعن بعدم الاختصاص برد ويدرس رد المحكمة. خلينا ناخد فكرة الإخوان اللي عايزين يستهدفوا سجن برج العرب، علشان طبعا احنا عارفين ان مرسي مسجون هناك يعني.
فكره يعني هم فاكرين دلوقتي، يعني انا عايز اعرف تخيل الاخوان، هم فاكرين ان هم لما يقتحموا السجن هيقدروا ياخدوا مرسي ويهربوه زي ما حصل في 25 يناير لما فتحوا السجون وخدوا العناصر بتاعتهم مش مع سجن برج العرب. سجن برج العرب موجود في صحراء، مش موجود. اعتقد انه متامن كويس كمان، متامن كويس جدا، ومن يقترب منه مصرح فعلا بضرب النار مباشره. انت رايح تقتحم السجن تعمل ايه بالظبط يعني؟ اعتقد انه هيحصل يعني لا قدر الله هيحصل موجات من العنف، سواء كان معنوي او عنف مادي الى حد ما في منطقه الاسكندريه او منطقه برج العرب، يعني من السذاجه الاخوانيه ان هم يمارسوا هذه الافعال، لان هي لن تفلح في النهايه. وعلى فكره برضو علشان نقول اذا كان هذه الاعمال او الافعال داخل فيها موضوعات تنظيميه من الاخوان فستقابل بكل عنف وبكل قوه. اما فعل التحركات الفرديه فاعتقد ان هي اتيه من الجماعه نفسها، لان فكره الاخوان او كلمه الاخوان بتنقسم الى الفكره والجماعه والتنظيم. فحينما تصنف من يذهب الى برج العرب فصنف على اساس الثلاث حاجات دول. في ناس مؤمنه بالفكره وشايفه ان مرسي ده كذا او كذا او كذا، في ناس تبع الجماعه وشايفه ان الولاء والسمع والطاعه، في ناس تبع فكره التنظيم وشايفه ان بقاء التنظيم ده امر سيكون حتى ولو بالدماء. هذا كلها امور مرفوضه. من يقترب من سجن برج العرب حق الدوله ان تتصدى لهذا الاقتحام مباشره وبضرب النار مباشره، ولا كلام في ذلك، ولا كلام في ذلك. تمام. طيب، من جريده الوطن لجريده اليوم السابع، والحقيقه ان الخبر ده يعني انتشر على الفيسبوك امبارح وعلى التويتر والكلام ده، والناس ابتدت تسال وابتدى يطلع اشاعات وابتدى يطلع هو يعني هم اساتذه في الاشاعات جدا يعني. طبعا التنظيم الاخوان الحقيقه هم استراتيجيه اصلا بتمارس ومعروفه. الخبر بيقول قناه السويس تنفي اكذوبه الاستعانه بشركه اسرائيليه لتولي تامين الملاحه بالمجرى العالمي والهيئه تؤكد ان الجيش والشرطه يتوليان مهام تامين الملاحه، وهدف الشائعه زعزعه. عارف حضرتك انا شاهد عيان على تامين الجيش والشرطه لممر قناه السويس بسبب ان انا شغال في كليه التجاره جامعه قناه السويس، وبسافر في الاسماعيليه بشوف التامين، بشوف طيارات الهليكوبتر وهي بتطير رايحه جايه على خط الملاحه، بشوف عربيات الدوريات الامنيه سواء من الجيش او الشرطه ماشيه بطول الخط، بشوف عمليات التامين اللي فعلا بتمارس على خط القناه كله ابتداء من السويس لحد بورسعيد. فالدوله المصريه الحمد لله رب العالمين فرضت السيطره الامنيه على مجرى الملاحه كويس جدا، وما ينشر من اشاعات هو يعني بهدف زعزعه الاستقرار. ودي يعني مفاهيم مش منطقي، يعني ان فكره ان هنختار اسرائيل تحديدا يعني ما هو اي كرسي في الكلوب وخلاص. زي الخبر اللي نشرته شبكه رصد اللي قالت فيه ان الفريق عبد الفتاح السيسي متهرب من الخدمه. يعني متهرب من الخدمه العسكريه، يعني قائد الجيش المصري يتهرب من الخدمه العسكريه. منتهى السذاجه ومنتهى الغباء من هؤلاء لا يفكرون، هؤلاء يعني صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا مش في اللي نشر الخبر، لا في اللي هيصدق الخبر. في ناس على فكره مصدقه الخبر، وفي ناس بتتكلم يعني ماذا اقول. يعني الفنانه انعام سلوسه قالت ماذا اقول والكلمات لا تريد ان تخرج من فمي. يعني اقول ايه؟ عظيم. تمام. أكذوبة قناة السويس في جريدة اليوم السابع. في خبر ثاني في جريدة اليوم السابع بيقول الحبس من 3 ل 15 سنة والغرامة 500,000 جنيه للمتعدي على الأراضي الزراعية. واجهنا المشكلة دي بعد ثورة يناير 2011، التعدي الفاجر على الأراضي الزراعية واللعب بمقدرات المواطن المصري وقوت المواطن المصري واقتصاد المواطن المصري، ان احنا نتعدى على الأراضي الزراعية مساحات شاسعة جدا من الأراضي الجيدة الممتازة اللي بتطلع منتج زراعي رائع يتم التعدي عليها من أجل البناء. لابد ان الدولة بالفعل، هو هنا بقى يا أستاذ عمرو مفهوم إدراك الدولة أو مفهوم قوة الدولة اللي لابد أن يظهر، ان الدولة تفرض سيطرتها على مقدرات الوطن، وان هذا خط احمر، قوت المواطن خط احمر لا يمكن المساس به. يعني الخبر ده ممكن يدينا تفاؤل كده ان احنا نرجع دوله زراعيه مره ثانيه. هي مش دوله زراعيه، هي القصه مش في دوله زراعيه، القصه في الامكانيات اللي موجوده ايه كتير جدا يعني. طبعا ما هو الدوله لابد ان انت عايز تاخد ارض تبني عليها، ولكن اوجد لي البديل. اوجد لي البديل.
ازاي بقى ما اعرفش. تمام. اما ان تتعدى على الاراضي الزراعيه ده يعني امر مرفوض تماما تماما تماما، لان هي مش ارضك لوحدك، ده قوت المصريين اللي بياكلوا من هذه الارض. خلينا نزرع بقى بدل الحاجات المسرطنه اللي بتجي لنا من بره زي الطماطم. يعني تعليق حضرتك برضو على الخبر ده، فكره الطماطم المسرطنه اللي حزنت جدا وبقول في دور الرقابه هنا، يعني ان هي سمحت لهذه البذور ان هي تدخل مصر. وازاي بقى يعني عايزين نفتح الملف ده، ملف الفساد في المبيدات المسرطنه والبذور المسرطنه دي. المواطن المصري امتى مثلا من حوالي 15 سنه ما كناش نسمع عن الفيروس سي، ولا كنا نسمع الفشل الكلوي ولا الحاجات اللي اصيب بها المواطنين في الفتره الاخيره. ازاي وزاره الزراعه سابت البذور دي تدخل؟ يعني هي بتقول ان هي كانت بذور، طب انتوا ازاي سبتوا البذور دي تدخل اصلا؟ اتمنى من الجهات المعنيه ان هي تفتح هذا الملف، لانه ملف اعتقد ان هو امن قومي. لما تضر صحه المواطن المصري، عايز ايه تاني؟ المواطن المصري لما يمشي حامل امراض واوبئه والى اخره، عايزين ايه تاني؟ نبني البلد ازاي؟ لابد من مواجهه هذا العمل الشرير بمنتهى القوه وبمنتهى الحسم. تدخل اجهزه الدوله المعنيه ان هي تفتح هذا الملف، وان هي تبحث وتتحرى وتتحقق من هذا الملف امر ضروري جدا. ومن فعل هذا الفعل او هذا الجرم يحاكم ويعاقب باشد انواع العقوبه، لان المواطن المصري مش لاعب. طبعا مش حقل هو اساس هذا الوطن، هو اساس هذا البلد. طيب نروح بقى من اليوم السابع لجريده المصري اليوم. المصري اليوم في الصفحه رقم 1 في خبر بيقول اثيوبيا تعلن انجاز 25% من سد النهضه وتقرير حول الموقف امام الحكومه. سد النهضه، مصر دلوقتي بتقول ان سد النهضه هيخدم مصلحه مصر، نفس اللي كانوا بيقولوا الاخوان. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. يعني فرقت ايه حكومه الدكتور الببلاوي عن حكومه اعتقد ان العمليه بتمشي بالسياسه، اي فن الممكن. يعني انت تديني ايه واديك ايه. تمام. هو ممكن سد النهضه لو مصر دخلت شريك فيه وان هي تدير بالشراكه مع اثيوبيا في موضوع سد النهضه، اعتقد ان احنا ممكن نجني او على الاقل ندير الازمه بما يحقق لنا اقل الخسائر الممكنه من هذا الامر. موضوع بقى ان سد النهضه يستكمله 25% منه، الموضوع ده على فكره يا استاذ عمرو موضوع قديم جدا وليس موضوع حديث الساعه الان. واستغرب جدا لما يطلع وزير ري سابق ويتكلم ويتهجم على ما فعلته اثيوبيا. طب ما هو ما فعلته اثيوبيا يا سيدي الفاضل كان في عهدك، لماذا لم تتحرك في هذا الوقت؟ لماذا؟ ما هو ده بقى هنا الاداره بالازمه اللي بقول لحضرتك عليه. لماذا بعدما وقعت المصيبه ووقعت الكارثه نجري بقى ان احنا ندير ازاي، ونقعد نتكلم ونقعد نقول اشمعنى وازاي وحصل امتى وليه؟ اين اداره الازمه من السابق؟ واين دور مصر وتوجه مصر نحو افريقيا؟ ان هي مصر يكون لها الدور الريادي. نرجع بقى الفتره النصريه ورا كده لما كان جمال عبد الناصر بيقود افريقيا في وقت ما، لماذا تراجع هذا الدور اللي خلى اثيوبيا يعني تستعلي علينا وتنفذ سد النهضه ودول اخرى تعمل راسها براس مصر؟ اعتقد ان موضوع سد النهضه احنا امام امر واقع، لابد ان السياسه هنا هي اللي تتكلم. لا هو السؤال برضو اللي يقلق هنا دلوقتي، كانوا بيقولوا ان سد النهضه مبني بمواصفات مش مطابقه للي المفروض يتبني بيها. اتبنى سد النهضه، اتبنى 25% منه، يعني هيكمل. تمام، هيكمل طبعا. سد النهضه لو انهار مصر هتغرق بمراعاه اسرائيل. بمراعاه اسرائيل بس هي بايدي خفيه طبعا. سد النهضه كانت الحكومه بتقول ان هو لو انهار مصر كلها هتغرق. ازاي الحكومه سايبه ده يكمل وفي خطر على مصر كلها مش على محافظه ولا هو الحقيقه يا استاذ عمرو مفيش تقرير واضح وفي تضارب واضح وشديد في المعلومات حول هذا الملف بالذات. في ناس بتؤكد ان سد النهضه لن يلقي به اثار سلبيه على الجانب المصري، تمام، بل ان احنا ممكن نجيب كهرباء منه. وفي تقارير ثانيه بتقول لا، في ضرر وفي مآسي ستكون على مصر من بناء هذا السد. انا المفروض الدوله المصريه تتحرك بجهد واضح وتكون لجنه متخصصه من كفاءات مشهود ليها ان هي تفتح هذا الملف وتقيم وتعرف بالظبط ما هي المزايا وما هي العيوب من وراء هذا السد. لو كان في اثر سلبي على مصر، لا، لابد ان مصر تتحرك بكل الطرق الدبلوماسيه، يعني وصولا من القوى الناعمه الى القوى الخشنه ان لازم الامر. اما ان احنا نصرح وبس من اجل ان احنا بنعدي علشان الريح بنميل علشان الريح تعدي، ده امر مرفوض جدا، خاصه بعد فتره 30 يونيو اللي اثبت فيها الشعب المصري استقلاله والتاكيد على ارادته والتاكيد على قراراته المصريه.
وقادر انه يفعل اي شيء. قادر طبعا. دولة اي وقت فيها خزائن الارض وقوة الارض كلها فيها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طيب نروح بقى من جريدة المصري اليوم لجريدة الجمهورية، والخبر بيقول الحكومة بدأت الاهتمام بالصعيد، مشروعات تنموية وخدمية وسياحية بأسوان والأقصر والبحر الأحمر، 12,000 وظيفة لشباب الخريجين بالمنيا وأسيوط وسوهاج. الاهتمام بالصعيد ليه برضه في الوقت ده؟ بقالنا كتير قوي بنسمع الموضوع ده. تمام بالظبط. يعني الصعيد مهمشة من جدا سنين جدا، مهمش جدا، وليه اصدقاء جدا في الصعيد بيكلمون عن المآسي اللي موجوده هناك. حق الصعيد مهدور، مع ان هذا الصعيد فيه من الثروات يعني والخير، يعني ما يحقق السعاده والرفاهيه لابناء مصر كلها. الدوله المصريه مطالبه ان هي يعني تنظر بعين الرحمه شويه الى الصعيد. تنميه الصعيد امر مهم جدا، واعتقد ان هو امن قومي ايضا، ان احنا ننظر الى الصعيد ونستثمر موارد الصعيد خير استثمار. يعني لما نشوف مدينه الاقصر او اسوان او الخط وحضرتك جاي كده من اول الفيوم لحد مصر العليا تحت، لا في من الثروات والخيرات ما يكفي ان احنا فعلا نحقق تنميه اقتصاديه واعيه في هذا الوطن. الحكومه مطالبه ان هي تعمل خطه استراتيجيه جيده لهذا الامر، وانا عايز اقول ان الموضوع مش موضوع اداره فقط، الموضوع موضوع اراده قبل الاداره. والاراده احنا بنتكلم عليها من زمان قوي، ومبارك كل شويه كان يطلع علينا يقول الصعيد والصعيد والصعيد، وما بعد مبارك الصعيد والصعيد، والى اليوم الصعيد والصعيد والصعيد. لغايه امتى؟ ولكن احنا للاسف بندير بالمصطلح وليس بالمضمون. احنا بنطلق الشعارات في اوقات ما حتى نمتص غضب، حتى نمتص يعني تنبؤ بمحادثات معينه سياسيه، نتجنب ده من خلال التصريحات. وعلى فكره التصريحات دي بتضر اكتر ما بتفيد. لو احنا عايزين التصريحات دي تفيد، ان احنا ناخد خطوات اجرائيه وتنفيذيه على ارض الواقع للتنفيذ. تمام. طيب جريدة الشروق، يمكن الخبر ده اتكلمنا كده يعني عايزين نتكلم بقى بتفاصيله اكتر. فكرة الخبر بيقول جدل حول تداول الطماطم مسرطنة والزراعة تطالب التحقيق. بيان الوزارة يؤكد أنه ليست لنا سلطة على البذور المهربة، وخبير زراعة انعدام الرقابة على الحدود أدخل بذورا سامة. أنا قريت الخبر ده تاني تحديدا علشان بس بيان الوزارة. يعني الوزارة يعني إيه؟ حاجة غريبة. ليست لنا سلطة على البذور المهربة. أمال مين اللي ليه سلطة؟ أنا إحنا الاثنين يا أستاذ عمرو اللي لنا سلطة على كده. لا طبعا. أعتقد أن وزارة الزراعة لديها من الآليات أو لديها من الجهات اللي بتشوف المجتمع المصري إيه أنواع البذور اللي موجودة فيه، البذور دي دخلت منين ودخلت إمتى ودخلت إزاي، البذور المزروعة إيه. بيان جدا أن الوزارة تطلع تؤكد أنه ليس لدينا سلطة على البذور المهربة. إزاي؟ أنا مش فاهم يعني. أمال دورك الرقابي فين يا سيادتك يعني؟ لو إحنا بنقول أن وزارة الزراعة هي إدارة حكومية مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتوجيه والرقابة على كل ما يلزم الزراعة، فين مبدأ الرقابة عند سيادتك يعني؟ السؤال هنا حضرته بيقبض مرتبه آخر الشهر علشان إيه؟ أنا مش فاهم. بيان غريب جدا يعني الحقيقة. يعني أنا انزعجت جدا لما ده ناس مش عارفة يعني إيه سلطة ويعني إيه مسؤولية على فكرة. انعدام الرقابة، وكمان بيقولوا خبير زراعة بيقول ان انعدام الرقابة على الحدود أدخل. ده اللي قلنا عليه يعني، ده اللي قلنا عليه. فين الرقابة على حدودنا، وفين الرقابة على اللي بيدخل لينا واللي بيدخل بطون المواطنين المصريين. يعني شيء من العبث ان يطلع بيان زي ده وان احنا نتكلم ونقول الرقابة. اين دور الجهات المعنية في هذا الامر؟ حاجة غريبة قوي. تمام. طيب في خبر كمان في المصري اليوم، نرجع تاني للمصري اليوم الصفحة رقم 3. في خبر بيقول تدمير 9 أوقار ومقتل 3 إرهابيين بسيناء واعتقال 5 فلسطينيين عثر بحوزتهم على شفرة الأمن الوطني باسم الشهيد أبو شقرة. قصة بقى الإرهابيين والجهاديين والتكفيريين اللي في سيناء دي، امتى هنخلص من ده ونعلن أرض مصر أرض خالية من الإرهاب؟ أنا عايز أوجه الأول تحية خاصة إلى الجيش المصري العظيم وما يقوم به في سيناء من عمليات تطهير من البؤر الجماعات الإرهابية المتطرفة الموجودة هناك. وتحية خاصة إلى سيادة اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني أسد سيناء زي ما بنطلق عليه، إنه بيقود العمليات بنفسه هناك. أعتقد إن في مؤشرات إيجابية جدا بتقول إن بالفعل تم تطهير جزء كبير جدا من سيناء، وإنه تم التوغل إلى عمق سيناء جوه المناطق ما كناش بندخلها قبل كده، للقضاء على هذه البؤر الإرهابية اللي كونتها التنظيمات سواء من حماس بهدف
ان هي تكون شوكه في جسد النظام المصري حتى تمارس ما يسمى الاداره بالازمه وقت افتعالها. هذه العمليات الارهابيه ظهرت فجاه كده بعد سقوط نظام او تنظيم الاخوان في مصر. كانت واضحه قوي لما البلتاجي قال ستتوقف العمليات الارهابيه في سيناء بمجرد رجوع مرسي الى الحكم. ده طبعا مؤشر خطير جدا بيقول لنا الجماعات دي مين المسؤول عنها، ومين اللي دخلها سيناء، ومين اللي افرج عنها من السجون ورجعت تمارس نشاطها تاني. اعتقد ان في بلاء حسن احنا بنمارسه كمؤسسه عسكريه ومؤسسه داخليه في مصر تجاه درء العنف الواقع علينا من الجماعات المتطرفه والجماعات الارهابيه. ان شاء الله نخلص بقى من ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله من الارهاب. لكن الحقيقه يعني على الصبح كده في خبر مش كويس، في خبر عاجل بيقول في حريق هائل في مصنع للكيماويات بمدينه السادس من اكتوبر، ولكن الحماية المدنية قدرت انها تسيطر على الحريق ده في وقت قصير جدا. معانا على التليفون العميد جمال عبد المنعم مدير الحماية المدنية بالجيزة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا فندم. صباح النور يا فندم. عايز اعرف من حضرتك بقى تم السيطرة بالفعل على الحريق؟ الحمد لله تم الاخماد والسيطرة بالفعل. كان مصنع الربوة للكيماويات والتنر. المشكلة كان اللي هو كلها مواد كيماوية وتنر، فدي كانت بتسبب لنا مشكلة في المجاورات. وتم الاخلاء المكان بالكامل، مفيش اصابات غير فرد واحد بس عندي اللي اتصاب والحمد لله بيتم معالجته. طيب خلينا نسال حضرتك بقى، يعني بدا يبقى في خيوط نعرف منها مين يعني ايه سبب الحريقه اللي حصلت؟ لا حضرتك المعمل الجنائي بيحدد السبب، ومواد الكيماويات ديت مشكلتها في خطورتها في الامتداد للمجاورات. الحمد لله ما تمش الكلام ده. اللي كان على يمينه مصنع الشرقيه للدخان، وفي على من الناحيه القبليه كان في مصنع ورق، وكان من الناحيه الشرقيه كان في مصنع حديد، وكله مجاورات خطيره، فامتدادها بيسبب مشكله لان بيحصل انفجارات وبينتقل الحريق بسهوله. فالحمد لله ربنا اكرمنا، دفعنا ب 15 عربيه و12 ضابط وقوات، وتم السيطره ومحاوطه الحريق من كافه الجهات، وده ادى لاخماد الحريق بسرعه يعني الحمد لله يعني. طيب مبدئيا نقدر نقدر الخسائر اللي في مصنع الكيماويات بقد ايه يا فندم؟ هو الخسائر عباره عن 3 مباني، المبنى على مساحه تقريبا 500 متر، كل مبنى على مساحه دورين تقريبا. وتم الاحتراق بالكامل بما فيهم المواد الكيماويه والتنر، براميل يعني كتيره، تقدر تقول مئات من البراميل كانت مخزنه في 3 مباني. والنار جابتها على الاخر، وامتد النار لمصنع تحت الانشاء بيعمل، هو بيعالج مياه الصرف الصحي يعني على مساحه 3500 متر، وتم السيطره عليه الحمد لله يعني. هو تحت الانشاء، ما زال تحت الانشاء يعني. تمام. سياده العميد جمال عبد المنعم بنشكر حضرتك جدا، وبنشكرك كمان على اطفاء الحريقه، وان شاء الله يعني ما نقراش اخبار زي دي على الصبح كتير يعني. بنشكر حضرتك جدا. ارجع بقى لحضرتك تاني يا دكتور محمد، واشكر حضرتك على وجودك معانا في سما بلدنا. انا شاكر حضرتك، وان شاء الله يبقى في قراءه في الصحف تكون الاخبار احسن من كده ان شاء الله. ان شاء الله كل الخير لمصر ان شاء الله. دكتور محمد باغا المحلل والباحث في علوم التنميه، بنشكر حضرتك جدا. والفقره الجايه ازمه اختصاصات مجلس الدوله في الدستور الجديد، وضيفنا المستشار الدكتور محمد صلاح ابو رجب المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، مع هالة الحملاوي بعد الفاصل.